السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعضينا صينية كيكة اختراع. هنعمل صينية كيكة حادقة بقى، هنغير من حلو لحادق. فانا دلوقتي معايا المكونات اللي انا هستخدمها في الصينية بتاعتي، بجد كان طعمها حلو وحبها ولادي جدا. تمام. انا هاخد هنا كوبايتين من الدقيق اول حاجه. بس قبل ما اقول لكم المكونات بتاعتي والطريقه بتاعتي، يا ريت يا ريت وربنا يرضيكي ويكبر بخاطرك اللي تحطي لي كومنت حلو ودعوه حلوه وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتقولي انت بتتابعيني منين، وتعملي متابعه صفحه الفيس واشتراك لصفحه اليوتيوب، وتعملي مشاركه للفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يشوفوا الفيديو ويستفادوا وانا كمان استفاد. انا هنا معايا كوبايتين من الدقيق. طبعا انتوا عارفين انا بحب ادخل في الدقيق الهواء بمنخله، واحط واحد بيكنج باودر. هي سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه يا جماعه ولا اي، بصوا، حاجة صعبة. يعني الموضوع سهل جدا وطلعت حلوة وبسيطة جدا، ما خدتش مني 10 دقايق. فهنا هو بقى الحاجات اللي انا هحطها في قلب صينية الكيكة. يعني انا حضرت دي والبيكنج باودر. هجيب بقى قطعة جبنة تركي، قطعة لانشون، اي حاجة موجودة فضلات في التلاجة كده فاضلة عندك، بسطرمة، بيفي، جبنة، اي حاجة موجودة عندك في التلاجة بتقطعيها وهتحطيها. انا هحط هنا قطعه جبنه تركي وقطعه لانشون، وهقطع بقى فلفل، وهحط فلفل الوان. خليكم معايا شوفوا هحط ايه. طبعا فلفل حامي لزوم بقى التكات والحركات والسبايسي كده هو عشان تبقى سبايسي وتبقى حلوه. احطه مع الفلفل الالوان. عايزه اقول لكم ما خدتش مني وقت خالص في تحضيرها. وطبعا انتوا عارفين صينيه الكيكه بتاخد في الفرن حوالي 20 دقيقه، فما خدتش وقت مني خالص. انا برضه عملتها، كنت رايحه النادي عملتها وقلت جنبها بطاطس وخدتها معايا، كانت حلوة. هنا بقى جبت زيتون شرايح وفلفل الوان مع الفلفل الاخضر، وهقلب الحاجات دي اللي انا حضرتها مع بعض. وبحط جبنة تاني. وبعد كده بقى هنجهز بقية المكونات بتاعتنا. هجيب بقى في الخلاط احط كوباية لبن، هحط كمان نص كوباية زيت. طبعا مش هنحط سكر خالص لان دي كيكة حادقة، مش هنحط اي سكر. وهنحطه بالتين، يعني كوباية لبن، نص كوباية زيت، 2 بيضة، وهنحط حبة فلفل صغيرين اسمر عشان خاطر البيض لان احنا مش هنحطه فانيليا. وهضربهم في الخلاط ضربة كويسة. وهكون بقى مبطنة الصينية بتاعتي بالدقيق وبالسمنة او بالزيت عشان خاطر ما اعرف اطلع صينيه الكيكه. طبعا المفروض انت بتحطي السوائل دي على الدقيق وتضربيهم مع بعض الاول، بعد كده بتحطي الحشو. انا حطيت الحشو على الدقيق على طول. فبصوا هقلب كده، هحس ان الخليط معايا تخين، هزوده حبه لبن. بعد ما هقلبه وهتحسي بقى بالقوام بتاع الكيكه اللي احنا عايزينه، هنزل بقى في الصينيه بتاعتي، وهدخلها الفرن، وهتشوفوا شكلها هيكون عامل ازاي بعد ما تطلع. بصوا شايفين النتيجة، شايفين شكلها وشايفين شكل الحشو فيها طالع ازاي وباين، بجد جامدة جدا. طبعا هي سخنة وانا قلبتها وهي سخنة، حاولت اقطعها وهي سخنة غلط. لو قطعتها وهي سخنة هتفرفت معاكي، سيبيها لما تبرد شوية، بعد كده قطعيها زي التوست. شايفين لونها؟ طبعا انا بحاول اقطعها لقيتها بتتفرفت معايا، رحت سايباها وقلت لما تبرد هكمل تقطيعها. بصوا شايفين شكلها من جوه عامل ازاي. طبعا هي برضو كانت لسه سخنه، يا دوبك انا قطعت دول بس وهي سخنه ورحت وقفت، وبعد كده قطعتها لما بردت. شايفين شكلها وكان طعمها جميل جدا. اما بردت بقى كملت تقطيعها، وكانت دي النتيجه. شايفين الحشو باين فيها ازاي. وانا هنا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. لو وصلتوا لحد هنا ما تبخلوش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلوا على الرسول في الكومنتات، وتعملوا متابعه لصفحه الفيس واشتراك لصفحه قناه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.